السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل صينية بطاطس كده، حاجة سهلة وبسيطة كده باللحمة المفرومة. معانا بصلتين كبار مفرومة فرم ناعم في الكبة أو على ايدينا نفرمه، أهم حاجة تكون فرم ناعم. ننزل عليها بمعلقة ملح ومعلقة فلفل أسود، يعني معلقة صغيرة فلفل أسود، وسبع بهارات وبهارات 11 خلطة 11 بهار، وربع معلقة قرفة. ونقلب كل البهارات دي مع البصل، ننزل عليها باللحمة، طبعا اللحمة الكمية اللي انت عايزاها. واهم حاجه بقى ندعك البصل حلو في اللحمه. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم. هنا بعد ما دعكت البصل حلو في اللحمه، معايا بطاطس، انا اسفه، مقشراها ومقطعاها شرايح رقيقه مش تخينه قوي. وننزل عليها بملح وفلفل اسود و11 بهار، ونقلب بقى البهارات دي كلها مع البطاطس كده، بتديها طعم حلو قوي. نصبع بقى الكفته صوابع كده زي ما احنا عايزين، التشكيل اللي احنا عايزينه، ونحطها بقى فوق البطاطس. بتديها طعم حلو قوي، البطاطس بتديها طعم وريحه كده، طعمها حلو جدا. وياريت تكون اللحمه فيها نسبه دهون، دهن مقليه او دهن بتاع بقره، اي حاجه من نسبه دهون بتديها طعم حلو. هنا بقى بحط عليها ربع كوبايه ميه، اكون محضره الفرن على درجه حراره 200، ندخلها على الرف اللي في النص، بتقعد حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع. واول ما نلاقيها استوت معانا نكشف الغطا لحد ما تتحمر معانا الوش. زي ما احنا شايفين كده، وش احمر معانا، بطاطس مستويه خالص ودايبه معانا. ونجم بقى جنب رز ابيض او رز بشعريه وسلطه بتنجان. تشتركوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل عشان